ولما العلماء قارنوا الدي ان ايه بالمصريين الحاليين بقدماء المصريين كانت نسبة التطابق فوق ال 90%. يعني الحقيقة ان انت مش بتشوف الفراعنة بس في المتاحف، انت شايفهم حواليك في كل مكان. الجزء المهم جدا في حلقتي دي هو احنا هنستفيد ايه. يا عم وائل قول لي، انت عملت لنا حلقة عن الجينم المصري وفهمتنا خلاص احنا فرع، احنا دلوقتي في 2026 ليه بنصرف المصاريف دي كلها وبنعمل تحليل وهنستفيد ايه تحديدا؟ يعني هو انا هاكل ولادي جينم مصري وجينات؟ طيب تعالى اقول لحضرتك ايه الاستفاده عشان تفهم يعني ايه تنقذ نفسك وتنقذ اولادك. مشروع الجينم المصري شغال في الحقيقه على 3 محاور: الجينم المصري الحالي للسكان الحاليين، الجينم المصري للقدماء المصريين، والاهم الجينم المرضي. الحقيقه ان العلماء باستخدام التحليل الدي ان ايه والجينم المصري الجديد اكتشفوا ان المجتمع المصري يتشارك غالبا ب 13 مرض رئيسي، زي امراض القلب، امراض السرطانيه، مرض السكري، والامراض المناعيه. وبداوا يدرسوا فعلا جينات لبعض المرضى، واللي قدروا يوصلوا له ممكن يغير الطب المصري من جذور. اول شيء في حاجه اسمها الطب الشخصي والتفصيلي. بمعنى ايه؟ حضرتك لما بتكون مريض وبتروح لطبيب بيبدا يوصف لحضرتك ادويه معينه وتحاليل معينه، لكن السؤال المهم اثناء تكوين هذه الادويه واختراع هذه الادويه كان الدي ان ايه اللي بيتعمل عليه الدواء ده لاشخاص هل كانوا من مصر ولا من مناطق تانية مختلفه؟ يعني الدكتور بيدي لحضرتك دواء ستاندر هو معمول اصلا في اوروبا او في الولايات المتحده الامريكيه، ممكن يخففك وممكن يعمل لك اعراض جانبيه وممكن ما يعملش اي حاجه اصلا. لكن مع الجينوم المصري المفترض ان الطبيب هيكون قادر يوصف لحضرتك دواء فعال بنسبه 100% لانه متفصل على الجينوم المصري فقط. كمان بالجينوم ده احنا بقينا نقدر نعمل تحليل جيني مستقبلي، يعني الطبيب ممكن بكل بساطه يقرا مستقبل حضرتك الصحي ويقول لحضرتك ان انت بقى عندك استعداد لبعض الامراض بشكل محدد، ويقدر يقول لحضرتك ويتنبأ معاك باستخدام الجينوم المصري ايه الامراض اللي ينفع تصيب حضرتك في المستقبل او في خلال مثلا 20 سنه، فتبدا انت تغير اسلوب حياتك بما يتناسب مع تفادي هذه الامراض.